هذه التحليه غير دزتوها رمضان قنبله تاع بنه وغادي تزين لكم المائده تاعكم والفطور ان شاء الله. وفيها مكونات بسيطه والخدمه تاعها بزاف سهله. نبداو بسم الله. في هذه الوصفه غادي نحتاجو مول دائري واوراق تاع الفيلو. راكم تشوفوا انا هادو راهم مطولين عندي وراهم ما خاسرين وغادي نخدم بهم عادي. والحاجه اللي تمشى مع عجينه الفيلو هي الزبده الدايبه. نحكموا الورقه تاع الفيلو تاعنا وندهنوا الوجه تاعها بالزبده كاع كيما موضح في الفيديو. وما ننساوش ندهنوا القاعده والحواف تاع المول تاعنا تاني اللي غادي نخدموا فيه. ونحكموا الورقه تاع الفيلو اللي دهناها ونروحوا نحطوها في وسط المول تاعنا. في المجمول غادي نحطوا 4 اوراق تاع فيلو كيما هكا. الهدف من هذه العمليه هو ان نشكل مول بهاد الاوراق تاع الفيلو. باش ما نكثرش عليكم الفهمه تبعوا الفيديو دوك تفهموا. هنا راني حطيت الورقه الزوجه ولكن راني نسقمها على حساب المول. غادي نخدم كي شغل فون دو طارت ولكن باوراق الفيلو. وهنا راني حطيت الورقه الرابعه كيما راكم تشوفوا وهي الاخيره هي التاليه. قلت لكم غادي نحط 4 اوراق تاع فيلو في هذا المول ونسقموهم ونزيروهم كيما راكم تشوفوا. نخدموا حواف تكون شابه وغادي نروحوا نقصوا هذوك الزيادات اللي يخرجوا من الفوق. نقصوهم ما نخلوهمش باش يعطينا شكل جميل كيما راكم تشوفوا كيما هكا. ولكن هذوك الزيادات اللي تنقصوهم ما تقيسوهمش ما ترموهمش. ديروهم هكا في الحواف ولا ديروهم في القاعده. خاصنا نتحصلوا على شكل شباب كيما هذا. نحطوه بجهه ونروحوا نجيبوا المكسرات تاعنا اللي يكونوا محمصين ومطحونين ونعاودوا نفس العمليه. ندهنوا الوجه تاع عجينه الفيلو بالزبده ونرشوا عليها شويه مكسرات حسب الاختيار. انا راني خادم بالكاوكاو. كل واحد يخدم بالمكسرات المتوفره عنده في المنزل. ونروحوا نطووا العجينه تاعنا بالشكل الموضح في الفيديو. نطووها بواحد الشكل اللي غادي يكونوا زوج حواف تاعها من الفوق يبانوا كيما راكم تشوفوا. والحبه الاولى ندوروها على نفسها كيما هكا ونحطوها في الوسط تاع المول اللي خدمناه. وهذه الحبه الزوجه خدمناها بنفس الطريقه يعني ندهنوا الحبه ونرشوها بالمكسرات ونطووها بنفس الطريقه وندوروها على الحبه الاولى. يعني حاجه باينه راهي باينه كل شيء راه باين في الفيديو. وهنا راني نخدم في الحبه التاليه. ما تخافوش منها دخلوها نيمبورت كومو يعني باي طريقه دخلوها. المهم خرجوا لنا حواف كيما هكا يبانوا كيما الورده. خدموها غير بشويه هذه ما غاديش تشتكم بزاف. وهذا المقطع درتها لكم للنصيحه فقط. كي تخدموا بالمكسرات ولا بالدهان ولا بالزبده غلفوا سطح العمل تاعكم بورق شفاف باش من بعد التنظيف تاعه يجيكم ساهل. من بعد ما نظفنا سطح العمل تاعنا نروح نجيبوا حبه ايجاس لانجاس ولا البعويد كل واحد كيفاش يسميها. على كل حال انا ما خدمتش بحبه كامله خدمت غير بالنص. قطعتها على شرائح كيما راكم تشوفوا يكونوا رقاق ورحت حطيتهم في هذوك التجويفات اللي بقاو لي. ايجاز تاعنا من غادي يطيب مع الزبده من بعد كي يطيب نديروا لها العسل غادي يمد واحد الذوق خيالي. بعد ما نحطوا الايجاز نروحوا ندهنوا الوجه تاع التحليه تاعنا بالزبده باش تحمر لنا في الفرن ونزيدوا نديروا عليها شويه مكسرات من الفوق. الشكل تاعها كما راكم تشوفوا خرافي. نروحوا نطيبوها على 170 درجه حتى تحمر لنا. من نخرجوها وهي حاميه نروحوا نعسلوها ونحطوا لها شويه بيستاش من الفوق على خاطر هذاك لو فير تاع البيستاش غادي يمد واحد اللون شباب. انا هنا فريمون كان عندي واحد الخمسه ولا 6 حبات رحيتهم غير شويه خليتهم واحد الشكل خاشن وزينت بهم من الفوق. التحليه هذه ضربتني في راسي تالمون شابه بزاف وبنينه. غادي نولي كل خطره نديرها. اي جربوها على بالي غادي تعجبكم. حتى لهنا وصلنا لافين تاع هذا الفيديو. ما تنساوش ديروا لنا جيم كومونتير وابوني. بارك الله فيكم. شكرا.